وسهلا بكل اللي بيتابع قناتنا على اليوتيوب اون شارع سبورت. كلامنا النهارده هيكون عن اسباب تعادل الاهلي والترجي. تعادل بطعم الهزيمه للنادي الاهلي، والترجي قدر يجيب جونين في برج العرب. هما 4 اسباب اللي هنتكلم عليهم النهارده. اول سبب حسام البدري. ليه حسام البدري؟ اعتماده الرئيسي على عبد الله السعيد في ظل تألق صالح جمعة، ده حاجة مش مفهومة. يعني هو لو كان بدأ بصالح جمعة كان هيصنع الفارق. تاني حاجة تمركز المدافعين وخوف كل الجماهير من الكور الثابتة، دي برضو ترجع لحسام البدري. والجول الأولاني أكبر دليل على ده، لأن المدافعين مش عارفين يراقبوا أو يقفوا إزاي. في الجول الأولاني اللي دخل فينا احمد الشيخ واقف على القريبه، لعيب الترجي بيلعبها بره دماغه لجوه، ما ضغطش عليه. هتلاقي احمد فتحي ضامن جنب سعد سمير، فين رامي ربيعه؟ انا ما اعرفش. ده بالنسبه لحسام البدري. طبعا انا عارف ان هو هناك هينزل بوليد سليمان ومؤمن زكريا وهيرجع للحرس القديم عشان ما يجازفش برضه. فده اول سبب في تعادل النادي الاهلي كابتن حسام البدري. السبب الثاني هو ثقافة اللاعب المصري بالذات. ازاي بقى نشرح دي؟ انت ضاغط اول 10 دقايق وجبت جون، والترجي كان يقدر يشيل 3-4 تجوان في اول 10 دقايق، وكل الجماهير قالت ان الاهلي هيكسب 3 على الاقل. طبعا جبت جون وضاغط وبتروح زي ما انت عايز من اليمين ومن الشمال وكور ضايعه. اللاعب المصري كالعاده لما بيلاقي نفسه اعلى من الفرقه اللي قدامه بيريح. راح دخل فيه الجون الاولاني، وشريف اكرامي ساعد الترجي في الجون الثاني. فده السبب الثاني، دماغ اللاعب المصري اللي بيريح لما بيلاقي نفسه اعلى من الفرقه اللي قدامه. اما عن السبب الثالث، وهو 3 ديفندر على اعلى مستوى في فريق الترجي، وده اللي قلناه قبل كده في الحلقات اللي فاتت. قلنا فرجاني ساسي امهر لعيب في افريقيا حاليا في نص الملعب، معاه كوليبالي، والترجي اشترى في فترة الانتقالات اشترى فرانك كوم. 3 ورا اروع في نص الملعب، وده اللي خلانا شفنا حسام عاشور والسولية تايهين. ده غير ان عبد الله السعيد ربنا يبارك له اصلا ما بيجيش الملعب. فده السبب الثالث، قوة خط وسط الترجي. احنا قلنا قبل كده ان حسام البدري من اسباب التعادل ده، في حاجة انا نسيت اقولها، ان هو ما ذاكرش نقطة ضعف الترجي واللي بتتمثل فيه خليل شمام الكابتن اللي سنه كبر، وكل الاجوان اللي بتيجي من ناحيته تمام، وفي جنبه منتصر الطلبي سنه صغير لسه ما خدش الخبرات الافريقيه، واول كوره اتلعبت على منتصر الطلبي اللي هي جه منها البيلي، قدر وليد ازارو يجيب لنا بيلي من ناحيتها. فده استغلال وحيد لنقطتين ضعف احنا قايلين عليهم. معز بن شريفيه نقطه ضعف، وان شاء الله هتبان في اللقاء اللي هناك. جون مش على المستوى برضه. في سبب رابع برضو نتكلم فيه، وهو الحكم في الماتش ده أثر كتير جدا على نتيجة المباراة. هيجي واحد يقول لي الحكم ما عملش حاجة، لا، هقول له الحكم اتسبب في تغيير نتيجة المباراة. ليه؟ شفنا قبل كده ماتش الزمالك واهلي طرابلس، محمود الونش عمل تاكلينج، ضربة جزاء، طرد للونش، طرد مباشر. فالمفروض كان وليد ازارو رايح يجيب جول وفرصه اكيده، يعني ما فيش حد تاني فاضل الجول بس، فرصه اكيده لوليد ازارو، ضربه جزاء، طرد. كان الترجي هيلعب من الدقيقه 6 10 لعيبه، هيلعب ناقص 1، فما كانش هيحصل علينا الجونين دول، ما كانوش هيجي. بس الحمد لله ربنا رايد كده. فال4 اسباب هنقولهم تاني: حسام البدري، اللعيب المصري لما بيحس ان هو اعلى او يقدر يجيب جون في اي وقت فيريح فيستقبل.
السبب الثالث، خط وسط الترجي جامد جدا. رابع حاجة الحكم. ان شاء الله هنقدر نعوض هناك ونتأهل ان شاء الله مع دعوات كل الجماهير الاهلاوية، وخصوصا ان انا لسه سامع تصريح للبنزرتي، فوزي البنزرتي المدير الفني للترجي، بيقول الاهلي مش هيقدر يعوض هناك عشان ابو تريكة اعتزل. فالمفروض ان كل اللعيبه اللي موجوده دي تطلع كل اللي عندها عشان ترد على فوزي البنزرتي وتقول له ان ابو تريكة اعتزل بس احنا موجودين. يا رب يا مسهل ان شاء الله نكسب والاهلي يتأهل وياخد البطولة ان شاء الله. وشكرا لكم، واتمنى تشتركوا في القناة. السلام عليكم.